هيرونيفر. حرف النهارده او نطق النهارده هو نطق الغي. غي اللي هو بيمثل في اللغه العربيه الغين. تمام. كان بيرسمها ازاي المصري القديم؟ كان بيرسمها على شكل ده، وهشرح لكم دلوقتي حالا الشكل ده عباره عن ايه. بيقول علماء المصريات ان ده، او علماء الايجيبتولوجي بيقولوا ان ده شكل بطن حيوان، والديل بتاعه لما تشوفه من تحت، او لو شفت حيوان من فوق، يعني انت فوق كده والحيوان تحتيك، فهتشوف ان ده الحيوان وده الديل بتاع الحيوان. انا مش عارف بصراحة، بس هم ادرى واعلم ان هم بحثوا اكتر في الموضوع ده. طيب الرمز ده الترانسليتريشن بتاعه ايه؟ الترانسليتريشن بتاع الرمز ده هو الاتش وتحتيها شرطة. ده النطق او في الترانسليتريشن بتاع الغي. طيب في حروف فيلو او خط فيلو هنكتب الرمز ده ازاي؟ هنمسك الرمز ده ونقلبه 90 درجة، هيبقى كأنك بترسم الغين عادي جدا، بس هتروح قافلها من الناحية التانية وتحط من فوق نقطة. وفي يعني براحتك ممكن تحط شرط من هنا كده، بس يعني ايه ما يفضلش، مش هتبقى اجمل حاجه. بس لو انت عايز تعمل كده عشان يبقى قريب من شكل الحرف الاصلي او الرمز الاصلي، فبراحتك. لو احنا عايزين خط ارفع اهو، تعمل شكل الغين وتروح قافل شكل الغين وتحط نقطه من فوق. لو عايزين خط ارفع، ادي القلم اللي احنا بنستخدمه كل يوم اهو، ادي شكل الغين وتحط نقطه من فوق اهو اهو. ده الشكل بتاع خط فيلو اللي بيعبر عن نطق الغي. ودي كانت حلقة النهارده. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد، وتكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. ياو ماكي امحطب.